عمرك حسيت ان رد فعلك اكبر من الموقف اللي انت كنت فيه؟ كأنك مش بترد على الموقف ده، كأنك بترد على حاجة قديمة جواك، وده في الاغلب بيبقى نتيجة ان جواك وجع مش ظاهر ولا ظاهر ليك ولا للناس، وجع مدفون جواك في اللاواعي بتاعك. الوجع ده بيبان من غير ما نقصد، بيبان في العصبية الغير مبررة، في الهروب من الحب، في اختيارك للوحدة حتى وانت وسط الناس. اوقات بتلاقي نفسك انك بعدت عن شخص مش عشان الشخص وحش، ده بالعكس، ده ممكن يكون الشخص كويس جدا، بس انت بتهرب من جرح قديم موجود جواك. ولازم نبقى متفقين او عارفين ان العقل الباطن عمره ما بينسى، وبيسجل كل كلمة، كل وجع انت اتوجعته في الماضي، وكل نظرة حسيت انك فيها مش كفاية موجودة جواك محفورة في اللاواعي بتاعك، سواء كانت من أهلك أو من حد كنت بتحبه. والمشكلة هنا اللاواعي بيبعت لنا المواقف دي مش مرة واحدة، ده في كل مرة، في كل موقف قريب من ده بتلاقي نفسك الأفكار السلبية عمالة تطير جوه دماغك. وللأسف ممكن النتيجة لده إننا ندوس على أشخاص ملهاش ذنب. بس في حقيقة مهمة لازم تعرف، الوجع ده مش عدوك، دي رسالة متخزنة جواك، وعشان تتحل لازم تفككها وتواجهها عشان تتحرر منها. ولازم تبقى عارف، والكلام ده بقوله لنفسي قبل ما بقوله لك، مفيش وجع بيتنسي، مفيش وجع بيتنسي عن طريق اننا نهرب منه. الوجع المدفون جواك بيفضل يطلع ايده من تحت التراب لحد ما انت تاخد القرار وتواجهه وتبصله في عينيه وتقول له انا شايفك ومش هسيبك تسيطر عليا، ولا انت ولا الخوف اللي جوايا. وفي اللحظة دي هيبدأ يسيبك، وهتلاقي نفسك انك بتوصل لمرحلة السلام الداخلي اللي انت نفسك توصل له.